تحية لكل متابعينا ومشاهدينا، أحييكم أجمل تحية صباحية. اليوم معي صديقنا وزميلنا العزيز المعلق الرياضي المغربي المحجوب الزاكي، اللي طبعا راح يحدثنا عن مباراة الغد التي تجمع منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 22 في قطر. تحياتنا لك زميل محجوب. تحية متبادلة أستاذ عمر، وتحية كبيرة للعشاق والمتابعين ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي. المنتخب الوطني المغربي تنتظره مباراة كبيرة، مباراة تاريخية في نصف النهائي كأس العالم أمام بطل النسخة الماضية المنتخب الفرنسي. هذه المباراة التي ينتظرها الجميع، خصوصا العشاق العرب والجماهير العربية بشكل كبير جدا، التي تريد أن يذهب المنتخب الوطني المغربي بعيدا ويكمل مغامرته في هذه الكأس العربية التاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء تنظيميا أو سواء فنيا، من خلال المنتخب الوطني المغربي. صحيح الأمور ليست سهلة أمام المنتخب الفرنسي الذي رغم ذلك يغيب عنه عدة لاعبين رسميين، أبرزهم كريم بنزيما، أحد أفضل لاعبي العالم في كرة القدم، ولكن العزيمة والإرادة والروح والقتالية والجرينتا التي أظهروها المنتخب والعناصر المنتخب الوطني المغربي ومع مدربهم وقائدهم وليد الركراكي هي التي أعطت الآمال في قلوب جميع العرب، ليس فقط المغاربة، لأنه الحين احنا منتخب عربي ويمثل المنتخب الأمة الإسلامية وكذلك الأمة العربية. هذه الروح التي صنعها المنتخب أو وليد الركراكي في قلوب اللاعبين، والجرينتا وروح المجموعة كعائلة واحدة، خلتنا نضع آمال كبيرة جدا في الأسود وفي اللاعبين لكي يذهبوا بعيدا، ولما لا التتويج بلقب كأس العالم مثل ما قلت أنت أستاذ عمر. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن طبعا الله. المباراة إن شاء الله عندما يلعب وسيكون طرف في المباراة النهائية، هذا ما نعم، أتوقعه إن شاء إن الله. شاء الله بحول هل الله. تتوقع أن يقابل فاني. الأرجنتين أم كرواتيا؟ يعني صعب التوقع، لانه مثل هذه المباريات تكون مغلوقه جدا، ويكون اللعب التكتيكي طاغي عليها بشكل كبير، لانه الكل يبحث عن الصعود، والكل لا يريد ان يفعل شيء ويندم عليه في الاخير. فلذلك رغم ان حظوظ المنتخب الارجنتيني بنجمه ليونيل ميسي شويه كبيره، ولكن ننتظر المنتخب الكرواتي الذي قدم مستويات كبيره، واقصى المنتخب البرازيلي السيلساو، احد المرشحين الكبار للتتويج باللقب. ننتظر منه مباراه كبيره جدا، وننتظر كذلك لاول مره في تاريخ كأس العالم منتخبين يلعبان في مجموعه واحده ويلتقيان في النهائي، وهذا شيء ممكن ان شاء الله بحول إن الله. شاء الله. أنا طبعا متفائل جدا إن شاء الله. للمنتخب المغربي، وأتمنى ان شاء الله. وأتوقع إن شاء الله أن يكون طرف في المباراة النهائية. ان شاء الله أستاذ وكل عمر. الشكر لزميلنا العزيز نعم، الكابتن المعلق الرياضي المحجوب الزاكي. شكرا لك وشكرا محجوب، لجميع الجماهير وتمنياتنا السورية لك بالتوفيق والأمهات السوريين أينما وجدوا وأينما كانوا، في حلب، في دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كمل كل من عندك المحافظات كل المحافظات السورية. والمدن شكرا السورية لك والبلدان العربية. إن شاء الله. إن شكرا شاء الله يا رب. محجوب، شكرا وتمنياتنا يا للمنتخب رب إن شاء الله. المغربي بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله والنجاح. بإذن شكرا الله. جزيلا. العفو.